السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحلة مع الأربعين النووية من القلب للقلب. حاسة إن في حاجات كتير محتاجة نرجع نرتبها جوانا. طب حاسة إن قلبك محتاج يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا كمان زيك، علشان كده قررت أبدأ الرحلة دي معاكم. في 40 حديث النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أصول الدين والدنيا. هنقرأ الحديث مع بعض ونفهمه ببساطة ونشوف إزاي نعيشه في حياتنا. مش بس هنحفظه، لأ، إحنا هنحسه كمان. يلا نبدأ من الأول بقلوب جديدة ونوايا خالصة لوجه الله. كل حديث هيكون طاقة نور نمشي بيها طول اليوم ونمشي بيه في حياتنا كلها. تابعيني وخلي الحديث النبوي يعيش معانا. عمرك حسيتي إنك بتعملي حاجات كتيرة قوي بس مش حاسة بقيمتها؟ بتحاولي وبتتعبي وبتجهدي، بس في الآخر بتحسي إن مفيش حاجة بتتحسب، أو إنتي إحساسك إن مفيش حاجة بتؤجري عليها. النبي صلى الله عليه وسلم قال جملة لو عرفنا معناها حياتنا كلها هتتغير: إنما الأعمال بالنيات. وده أول حديث في رحلتنا مع الأربعين النووية. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. النبي بدأ بالحديث ده كأنه بيقولك قبل ما تبدأي أي حاجة في حياتك فكري انتي بتعملي كده ليه؟ قبل ما تقولي كلمة، قبل ما تعملي أي حاجة في حياتك، حتى لو هتبتسمي في وش حد، اسألي نفسك: ده لله ولا عشان حد تاني؟ الحديث بتاعنا النهاردة بيقسم الناس لفريقين. الفريق الأول بيعمل لله حتى لو كان شيء صغير قد كده، ربنا بيبارك فيه وبيضاعفه. والفريق التاني بيعمل لنفسه أو بيعمل للشهرة أو بيعمل عشان الناس تقول إن هو عمل، حتى لو عمل كبير جدا ملوش أجر عند الله. تخيلي كده لو نيتك في شغلك، في خدمتك لولادك، في كلامك مع الناس، كل حاجة بتعمليها لله، كل حاجة في الحالة دي هتتحول معاكي لعبادة. كل لحظة هتكون رصيد في ميزان حسناتك. وده طبعا مش كلامي، ده مش كلام مثالي بالنسبة لي، لأ، ده وعد من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. في بداية أي طريق لازم نسأل نفسنا: هو أنا بعمل ده ليه؟ أنا ليه بصلي؟ طب ليه بصوم؟ طب أنا ليه بتعلم العلم الشرعي؟ أنا ليه بحفظ؟